سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية. أستهلها بالعناوين. دعوة لتضافر الجهود لمكافحة ممارسة ختان الإناث. إحياء اليوم العالمي للمسنين. وضع مبشر للمزارع والمحاصيل. زعيما مالي والنيجر يناقشان إنشاء بنك تنمية موحد. كولومبيا تطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بعد اعتراض أسطول الصمود. وزير الدفاع الكوري الشمالي يعرب عن الدعم الكامل لروسيا. السلام عليكم ورحمة الله. دعا المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في أسمر اليوم 2 أكتوبر إلى بذل جهود متضافرة للقضاء على الممارسات الضارة بشكل عام وختان الإناث وزواج القاصرات بشكل خاص. وفي حديث رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة خاتسفا ميكائيل مع ممثلي بعثات الأمم المتحدة لدى إريتريا وأعضاء اللجنة المشتركة العالمية للقضاء على ختان الإناث، أشاروا جميعا إلى أن زيارة أعضاء اللجنة المشتركة إلى إريتريا مهمة لتعكس التقدم والنجاح في القضاء على ممارسة ختان الإناث وتبادل الخبرات مع البلدان الأخرى، وأعربوا عن ثقتهم بدور ومساهمة حكومة وشعب وشركاء إريتريا الفاعلة في تحقيق الهدف في الوقت المحدد. وأضاف أنه بعد جهود متواصلة ركزت على رفع الوعي ضد الممارسات الضارة بشكل عام في إريتريا منذ النضال من أجل التحرير، أصدرت حكومة إريتريا الإعلان رقم 158 بشأن القضاء على ممارسة الختان في عام 2007 لإضفاء الشرعية على ذلك، مذكرين أن الجهات الحكومية المعنية والاتحادات الوطنية ورجال الدين وشركاء العمل قاموا بعمل جاد، وأنه هناك دلائل تشير إلى إمكانية القضاء عليه بحلول عام 2030 بشكل تام. وذكر أن العمل الذي يركز على التكامل القطاعي وتعبئة الموارد والمعلومات القائمة على الأبحاث والمساعدة التقنية التي ترفع من وعي المجتمع وتنسيق الأنشطة المخطط لها أمر ضروري للقضاء على ممارسة ختان الإناث. في غضون ذلك تجول ممثلون عن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ووزارة الصحة واتحاد المرأة الوطني وبعثات الأمم المتحدة لدى إريتريا ومندوبو اللجنة العالمية المشتركة للقضاء على ختان الإناث في كرن وحقات يومي 30 من سبتمبر وال1 من أكتوبر لتفقد الإنجازات الفعلية في المديريات المذكورة. كما أكد الزوار على أهمية الالتزام الراسخ بإنهاء الممارسات الضارة بشكل عام وختان الإناث بشكل خاص خلال اللقاءات التي نظمت مع مختلف المسؤولين في إدارة إقليم عنسبة ورجال الدين والعيان. هذا وقد أصبحت إريتريا عضوا في اللجنة العالمية المشتركة للقضاء على ختان الإناث في عام 2025 الجاري. تم الاحتفال باليوم العالمي للمسنين في دباروا الذي يصادف الأول من أكتوبر، ذلك للمرة 34 على مستوى العالم و30 على مستوى الوطن تحت شعار رعاية المسنين ضمان لاستمرارية القيم. حضر الحفل وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول قبرآب وحاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتآب تسفاسيون وكبار المسؤولين والضيوف والمسنين. وأعرب مدير مديرية دبارو السيد فراونجيل تخلايمانوت عن امتنانه لإحياء اليوم العالمي للمسنين في المديرية على مستوى البلاد، ودعا إلى تعزيز دور كل مواطن لتوريث الاحترام والتكريم الممنوح له باعتباره ثروة مجتمعنا. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد قلاب تسفاسلاسي أن رعاية المسنين في المجتمع الإريتري جزء من الثقافة والقيم التي تتجاوز المعاهدات والقوانين والاتفاقيات والإعلانات الدولية، مؤكدا الجهود الجارية لضمان العناية بالمسنين من قبل أبنائهم وأقاربهم. تميز برنامج الاحتفال بعرض فني قدمته فرقة بحر نجستات الفنية.
وصلت المحاصيل المزروعة على مساحة 13658 هكتار من الأراضي في مديرية دكم حاري هذا العام إلى مستوى مبشر، وبدأ حصاد بعضها بالفعل حسب ما ذكره مكتب الزراعة بالمديرية. وأفاد مسؤول مكتب الزراعة بالمديرية السيد ألم برحتو لوكالة الأنباء الإريترية إن أمطار موسم الخريف لم تكن كما هو متوقع في معظم المناطق، والمناطق التي بدأ هطول الأمطار فيها متأخرا تم زراعتها من جديد، وإن كلها الآن بحالة جيدة. وأوضح السيد ألم أن 80% من المزارع المزروعة على مستوى المديرية زرعت بالحبوب البيضاء، وأنه تم الحصول على نتائج جديرة بالثناء. وأكد أن مكتب الزراعة أبلغ المزارعين باستبدال 70 هكتارا من المحاصيل بالحبوب التي دمرتها الأمطار الغزيرة في إدارة ضواحي كورباريا ومايعداغا وكلعوتها. وحث السيد ألم في الختام المزارعين لحصاد محاصيلهم في أقرب وقت ممكن تزامنا مع تغير الظروف المناخية. يذكر أن معدل هطول الأمطار المسجل في محطة دكم حاري حتى نهاية شهر أغسطس من هذا العام بلغ 611 ملم. عقدت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الجنوبي سيدة سنايت أفورقي سمينارا في عالة يوم 30 سبتمبر المنصرم للمرأة المنتسبة لقوات الدفاع بالقيادة الوسطى. وقدمت السيدة سنايت في السمينار المنظم بعنوان دور المرأة قبل الاستقلال وبعده توضيحا حول تاريخ الحركة النسائية العالمية في مراحلها المختلفة، مشيرة إلى أنه حين اعترفت الأمم المتحدة بالثامن من مارس باعتباره اليوم العالمي للمرأة في عام 1977 كانت المرأة الإريترية تقوم بالفعل بالعديد من الأعمال البطولية إلى جانب إخوانها. وذكرت بأن برنامج قوات التحرير الشعبية خلال النضال التحرري أدى إلى مساهمة جميع المواطنين دون تمييز في النضال الوطني، مهد الطريق لمشاركة المرأة في جميع الجوانب. وإن تأسيس اتحاد المرأة الإريترية الذي تأسس في نوفمبر من عام 1979 ويؤطر المرأة الإريترية كافة ومساهمتها الكبيرة يعد مثالا على ذلك. وأوضحت أنه حتى بعد الاستقلال أصبحت مشاركة المرأة في كافة المجالات أقوى، مضيفة أن على المرأة أن تعمل على تحسين مهاراتها والوصول إلى أعلى مستوى أكاديميا ومهنيا. كما أوضحت عواقب الممارسات الضارة بشكل عام وزواج الخاصرات بصورة خاصة، داعية المرأة للعب دور قيادي لإحداث التغيير المنشود، حيث أنه إذا أردت التغيير فيجب أن تكون جزءا منه. وقال الرائد حسن محمد إبراهيم متحدثا باسم القيادة الوسطى إن دور ومساهمة المرأة من جيل ورساي جلي في جميع الجوانب. ودعت المشاركات إلى الدفع بمثل هذه السمينارات والدورات التدريبية المهنية لمنتسبات قوات الدفاع. ونظم في الختام معرض صور فوتوغرافي حول الدورات التدريبية المقدمة للمرأة المنتسبة للقيادة الوسطى. نادى الاجتماع الذي عقد في مقركة إلى تعزيز دور مجموعات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وعمال الخدمة المدنية لفعالية برامج التنمية الجارية بتنسيق الشعب والمؤسسات الحكومية في مديرية لوجو عنسبة. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاشبرك السفير محمود علي جبرة في الاجتماع الذي شارك فيه مدراء 13 إدارة ضاحية وقادة مجموعات الجبهة وممثلون عن تنظيمات الخدمة المدنية إن برامج التنمية التي يتم تنفيذها في المديرية بمشاركة عالية من الشعب ووحدات قوات الدفاع تعتبر نموذجية. ودعا إلى تعزيز دور قيادات المجموعات في مختلف المستويات والكوادر لتعزيز المساهمة. وقال مدير مديرية لوجو عنسبة السيد إبراهيم حقوس إن قوة التنظيم كانت واضحة في برامج التنمية التي تم تنفيذها بمشاركة عالية من الشعب، مؤكدا على أن إدارة المديرية ستعمل على تعزيز تنظيمات مجموعات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وزيادة دورها. قدمت دعوة إلى كافة الجهات المعنية للمساهمة في رعاية والإشراف على الأطفال في مرحلة ما قبل التعليم النظامي أي رياض الأطفال، نظرا إلى أهميتها في حياتهم المستقبلية ونموهم الذهني. وأوضحت مشرفة التعليم ما قبل التعليم النظامي في فرع التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذة
عقبة جابر لوكالة الأنباء الإريترية إن خدمات ما قبل التعليم النظامي هي مرحلة حاسمة، حيث يتلقى الأطفال وسائل التنمية المتكاملة والشاملة، خاصة بناءهم جسديا وعقليا، مشيرة إلى أن الأطفال يكتسبون أكثر من 75% من المهارات والمعرفة والكفاءات التي يحتاجونها في الحياة بحلول سن السادسة. وذكرت المعلمين أن يقدموا الرعاية والإشراف المناسبين للأطفال في المدرسة وللآباء في المنزل والمجتمع في البيئة التي تؤيهم، مركزة على المهارات اللغوية والجسدية وتلك العقلية إلى جانب الاجتماعيات والتعامل مع الطبائع الإنسانية المختلفة في هذه المرحلة من حياتهم. وحثت الآباء على مراقبة ورعاية أطفالهم كما يفعلون مع أطفالهم في المرحلة الابتدائية وما فوقها، والمعلمين على أن يكون كل درس معتمدا على أساليب تشمل اللعب، وأن تكون كل لعبة درس. توجد في الإقليم الجنوبي 103 رياض أطفال مجتمعية و76 روضة أطفال ملحقة بالمدارس الابتدائية و71 روضة أطفال مستقلة بإجمالي 250 مؤسسة لرياض الأطفال. تلقى 54 من عمال مختلف المؤسسات الحكومية دورة تدريبية في عصب لمدة شهرين على لغة الإشارة نظمتها الجمعية الوطنية للصم فرع إقليم جنوب البحر الأحمر. وأوضح مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية السيد يوسف السهية في مراسم التخريج في 28 من سبتمبر المنصرم إن هدف التدريب هو التخفيف من مشاكل التواصل التي يواجهها الصم في المؤسسات. وقال إن العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة والأصدقاء ومكان العمل والمدرسة تساعد في نموهم. وذكر رئيس الجمعية الوطنية للصم في إريتريا السيد ولد ميكائيل سئله وجود ما بين 30 إلى 40 ألف شخص أصم في البلاد، مشيرا إلى أن التدريب يأتي ضمن الجهود المبذولة لتطوير وتدريب لغة الإشارة للمجتمع بأكمله. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أجرى رئيس النيجر عبد الرحمن تشياني والزعيم الانتقالي في مالي أسيمي غويتا محادثات في باماكو خلال زيارة الوفد النيجيري. وناقش الزعيمان خلال المحادثة إنشاء بنك استثمار وتنمية موحد لتحالف دول الساحل وفقا لما ذكره المكتب الرئاسي المالي. وعقد رؤساء الدول اجتماعا على الانفراد عقبه اجتماع موسع مع وزراء الدفاع وجنرالات الجيش. وعقب المحادثات عقد تشياني مؤتمرا صحفيا لوسائل الإعلام المحلية. وأعلن تشياني أيضا أن القوات المسلحة المشتركة للتحالف قد بدأت عملياتها بالفعل وتشارك في عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. خلال كلمتها أعرب الزعيم النيجيري عن امتنانه لشعوب منطقة الساحل على صمودها والتزامها بسيادة المنطقة وكرامتها. كما أشار رئيس الدولة إلى أهمية توحيد تحالف دول الساحل، إذ يرى أن وحدة المنطقة هي مفتاح مستقبل مستقر وناجح. أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنه أمر بطرد كل أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المتبقين في البلاد على خلفية ارتكاب القوات الإسرائيلية جريمة دولية باعتراضها أسطول الصمود الذي يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. وقبل هذا القرار لم يكن قد بقى في كولومبيا سوى 4 دبلوماسيين إسرائيليين بعدما قطع الرئيس بيترو العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب في العام الماضي، وفق ما أفاد مصدر كولومبي لوكالة الصحافة الفرنسية. واعترض سلاح البحرية الإسرائيلي سفنا عدة من أسطول الصمود الذي كان يقترب من قطاع غزة، بما في ذلك سفينة كانت على متنها الناشطة السويدية غريتا تونبيرغ، بعد أن وجهت إسرائيل تعليمات للسفن المشاركة في التحرك بتغيير مسارها. ويضم أسطول الصمود العالمي الذي انطلق مطلع سبتمبر من أسبانيا وتونس وإيطاليا نحو 45 سفينة على متنها مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من أكثر من 50 دولة، ويحمل على متنه حليب أطفال ومواد غذائية ومساعدات طبية لأهالي القطاع، ويؤكد أنه في مهمة سلمية وغير عنيفة. أعرب وزير الدفاع الكوري الشمالي روه كوانغ تشول الذي يزور روسيا حاليا
عن الدعم الكامل من قبل كوريا الشمالية إلى روسيا، جاء ذلك خلال لقائه بنظيره الروسي أندري بيلوسوف في موسكو. وأكد الوزير الكوري الشمالي روها على أن بلاده ستقدم الدعم الكامل لمعركة الحكومة والجيش والشعب الروسي تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين للدفاع عن حقوقهم في السيادة وسلامة الأراضي والمصالح الوطنية. وأضاف أن العلاقات بين البلدين تتطور اليوم إلى تعاون شامل وهادف وموجه نحو المستقبل تحت القيادة الاستراتيجية لقادة البلدين. من جانبه أكد الوزير الروسي أن مشاركة القوات الكورية الشمالية في عملية تحرير منطقة كورسك الروسية تؤكد التحالف الاستراتيجي الشامل بين روسيا وكوريا الشمالية. أطلقت الهند وروسيا مناورات إندرا 2025 العسكرية المشتركة التي تستمر 15 يوما في ولاية راجستان الصحراوية بمشاركة حوالي 250 جنديا روسيا مع نظرائهم الهنود وفقا لما أعلنته السفارة الروسية في نيودلهي. وأضافت السفارة في بيان: تؤكد هذه المناورات المشتركة طبيعة الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين موسكو ونيودلهي. وتجري هذه المناورات بالقرب من مدينة بيكانير وتحاكي القتال في ظروف صحراوية، وتعد سلسلة مناورات إندرا سمة راسخة للتعاون الدفاعي بين الهند وروسيا، حيث تنظم كل عامين تقريبا، ويتناوب البلدان على استضافة هذه المناورات. وقد أجريت النسخة السابقة في عامي 2021 و 2022. وأكدت وزارة الدفاع الهندية أن هذه المناورات أتاحت منصات مهمة لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز التكتيكات العملياتية المشتركة وتعزيز التفاهم المتبادل بين الجيشين. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. دعوة لتضافر الجهود لمكافحة ممارسة ختان الإناث. إحياء اليوم العالمي للمسنين. وضع مبشر للمزارع والمحاصيل. زعيما مالي والنيجر يناقشان إنشاء بنك تنمية موحد. كولومبيا تطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بعد اعتراض أسطول الصمود. وزير الدفاع الكوري الشمالي يعرب عن الدعم الكامل لروسيا. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.